السلام عليكم. شنو هي المعاهد الطبية وشلون أقدم عليها وشنو شروطها؟ كل شي راح نعرفه بهذا الفيديو. بالبداية خلينا نشرح في السالفة بسيطة. المعاهد بالعراق تنقسم لثلاث أصناف: معاهد طبية، معهد صحة عالي، ومعهد نفط. اليوم احنا راح نشرح المعاهد الطبية، وبالفيديو الجاي راح نشرح معهد الصحة العالي. هسه احنا اليوم راح نبلش بالمعاهد الطبية. مدة دراسة المعاهد الطبية سنتين. بخلال هاي السنتين انت راح تحصل على شهادة يسموها الدبلوم. القبول مالتك المفروض انت طالب علمي الله يحق لك تقدم. التقديم المتاح صباحي ومسائي وموازي. الأقساط الدراسية: بالدراسة الصباحية مجانية، الدراسة المسائية 2,000,000 دينار، الدراسة الموازية 1,000,000 دينار. وإذا أنت كنت من طلاب الرعاية الاجتماعية فراح تحصل تخفيض بنسبة 50%. يعني مكان ما تدفع 2,000,000 بالدراسة المسائية حتدفع 1,000,001، ومكان ما تدفع 1,000,000 بالموازي حتدفع 500,000. رابعا الأقسام المتوفرة: معهد تمريض، معهد تخدير، معهد صيدلة، معهد أشعة، معهد تحليلات مرضية، ومعهد صحة المجتمع، ومعهد الإدارة الصحية، ومعهد الطوارئ. وبالمناسبة تقدر تقدم بأي معهد بأي محافظة يعجبك، عكس اللي راح نشرح بالفيديو الجاي بمعهد الصحة العالي، اللي انت ميصير تقدم الا بالمعهد اللي موجود بمحافظتك حصرا. المهم الحدود الدنيا للعام الماضي 2023-2024. هاي المعدلات هي أقل معدل انقبل بالسنة الفاتت. هاي الحدود الدنيا للدراسة الصباحية، وهاي الحدود الدنيا للدراسة المسائية. تقدر توقف الصورة على راحتك وتشوف القسم والمعدل اللي تريد تقدم عليه. وكل التوفيق للجميع إن شاء الله.